تعالوا بقى نعمل العلبة دي من الريزن، وتعالوا شوفوا فكرة الورد ومحطوط ازاي ودخل ازاي، وقصة البابلز، وايه القطعة اللي على الجنب دي، وايه القطعة اللي طالع منها الورد بالمنظر ده. كل التفاصيل دي هتعرفوها معايا خلال الفيديو. معاكم تسبيح، ويلا بينا في مغامرة جديدة. زي ما انتم شايفين طبعا معايا ده الرز اللي انا هستخدمه. تمام. ومعايا معايا القوالب اللي انا هصب فيها، وده قالب العلبه اللي انا اشتغلت فيه قبل كده معاكم. معايا الورد ده بيتباع في الاسواق، ان هو بيستخدم للحلويات وبيبقى متجفف. ومعايا طبعا كوبايه فاضيه، ومعايا الميزان، ومعايا ورق ذهب. وتعالوا نجرب مع بعض. الريزن اللي انا هستخدمه هو جرافيتي ريزن، والريزن دوت النوع اللي انا هستخدمه ده النسبة 1:1. تمام. المفروض ان النوع دوت يا جماعه مفهوش بابلز خالص، وانا استخدمته قبل كده في القلب اللي هو اللي جواه الورد، وفي حفظ الورد في الريزن، وكانت نتيجته خطيره يعني من الانواع. يعني انا جايباه بس علشان لما يبقى عندي احتفاظ بورد في قالب او كده اشتغل بيه، من كتر ما هو بجد مفهوش بابلز ونتيجته بتبقى خرافيه. خلاص. فما تحكموش عليه من خلال الفيديو دوت، لان ساعات الواحد بيقع في غلطات وحاجات تأدي ان يطلع عندنا ريزن زيادة، او يحصل اي مشكلة في القطعة بتاعتنا. انا زي ما انتم شايفين خلطت الريزن وقلبته، وزي ما انتم شايفين ان هو مفهوش بابلز والنتيجة بتاعته حلوة. عملت عليه بالهوت ارجان، اتأكدت ان الدنيا تمام. خلاص. وبدأت ان انا عايزة احط الورد بتاعي. فهنا جبت الغطا، بدأت ان انا احط طبقة ريزن كده علشان تمسك شوية، ابدا اثبت عليها الورد نفسه. انا الفكره كلها اللي انا كنت بفكر فيها الصراحه، ان انا يبقى عندي العلبه الغطا بتاعها كله ورد، والعلبه نفسها القاعده بتاعتها مليانه ورد، وطالعه لفوق على ورد خفيف. فهمتوا قصدي؟ فلما تبقى الغطا مقفول، ففوق في ورد كتير وتحت ورد كتير، ومنطور ورد في النص. دي الفكره اللي كانت عندي. تعالوا نشوف بقى ايه المراحل اللي انا عديت بيها، وايه اللي حصل، وكل التفاصيل دي. زي ما انتوا شايفين انا مشيت الهوت ارجان على الريزن. كل شوية كنت بمشي الهوت ارجان على الريزن علشان اتفادى فكرة البابلز. مع العلم كمان ان احنا لما نبدأ نحط ورد يا جماعة، الورد بيساعد ان البابلز تزيد، لان بيبقى فيه في جزيئات فيه زي ما بالظبط برضو لما عملنا قبل كده الرمل والقواقع والحاجات دي بتطلع بابلز زيادة عشان المسام اللي فيها، عشان كده الفتحات اللي فيها. فده بيخلي الورد يزيد معانا. هنا انا حاولت ان انا احط الورد زي ما انتم شايفين، بس كان الريزن لسه ما اتصلبش كويس. مش ما اتصلبش، سوري، ما تقلش اكتر. احنا عاوزينه يتقل اكتر، بحيث ان انا لما اغرز الوردة تقف ما تتحركش معايا. هنا انا كنت بختار الورد اللي انا احطه، كنت بحاول اختار الورد الصغير اللي ما يبقاش بارز معايا بره القالب. واستنيته شوية، لما زي ما انتم شايفين برضو جربت لقيت انه لأ، انا هستنى لما ينشف شوية عشان اقدر اثبت الورد وهنا بقى بتاعي. انا بدأت ان انا عاوزة احاول احط الورد جوه زي ما انتم شايفين. هتستخدموا بقى ملقاط، هتستخدموا عصاية خلة، الحاجات دي تحاولوا تظبطوا بيها الورد هتحطوه ازاي. حاجة تانية مهمة، ان هنا بصوا جيت لما خلاص لقيت ان اللي على الجنب ده طبعا ريزن انا مجهزه عشان اصبه، بس لما لقيت ان الريزن خلاص لزق شوية، فانا هبدأ ارص الورد بتاعي. وهتلاقوا طبعا ان هو في حركة بسيطة، بس لما انا هرص الورد كله جنب بعض هيزنقوا بعض. هتلاحظوا برضو ان الجذوع بتاعت الورد طالعة بره. فعادي يا جماعة، انا كنت ناوية اصنفرها واكسرها وكده، بس حصلت مشكلة، ودي انا ما خدتش بالي منها دلوقتي خالص. انا هاخد بالي قدام، فلما نيجي في المرحلة دي انا هقول لكم ايه اللي حصل بالظبط. عملت حبة ريزن كده، ورحت زقاهم وحطاهم على الورد بتاعي، وسبته علشان ينشف. خلاص. هنرجع بقى للقطعة التانية الكبيرة عشان نبدأ نحط فيها الورد. خدوا بالكم من حاجة، ان انا هنا كان في مرحلة زي دي لو انتوا بتعملوها في قالب، خلاص، غير القالب العظيم اللي انا بشتغل فيه اللي هقول لكم ايه اللي حصل. استنوا لما الورد يمسك خالص في الطبقة اللي انتوا لزقتوا فيها، بعد كده ابدأوا حطوا ريزن تاني. لان انا طبعا لما حطيت ريزن على طول ابتدى الورد يطفو معايا سنة.
فكل شويه كنت ازقه، فلا استنوا الريزن ينشف خالص، فخلاص كده الورد مش هيتحرك، نبدا نحط الطبقه التانية. هنا انا جبت حبه ريزن، حطيت عليه حبه ورق ذهب، وبدات ان انا اصب. طبعا لان من غلطه من الغلطات اللي انا عملتها هنا، طبعا انا كنت بقلب بسرعه، عملت ابل هوت ارجان، بس دي مش افضل حاجة. لا، لازم الريزن يهدى شوية، لازم التقليب يكون في اتجاه واحد. لازم كمان الافضل لما تكونوا بتعملوا حاجة زي دي فانتوا عاوزين الشفافية رهيبة، ما فيهاش بابلز خالص، ما تشتغلوش في كوباية كرتون. لان انا طبعا اشتغلت في كوباية كرتون، ويكون نفسي ان انا اعمل له مثلا حمام مية دافية او حاجة عشان اتخلص من البابلز اللي ظهرت، بس ما كانش ينفع طبعا في كوباية كرتون، هتدوب مني. فعشان كده انا ما عملتهاش. فعشان كده الافضل نشتغل في كوبايات بلاستيك، علشان خاطر تبقوا متاكدين ان انتوا عاوزين تعملوا حمام بخار هتقدروا، حمام ميه سخنه قصدي، هتقدروا تعملوه وتتخلصوا من البابلز بتاعتكم. هنا انا كنت بحط الورد الرفيع دوت عشان يدي منظر، وده مهم جدا. عايزه اعرف رايكم، يا ترى النتيجه في الاخر حلو، ولا الورد ده عمل زحمه شويه، ولا ورق الدهب زاد سن عن الموضوع دوت فعمل زحمه؟ يا ريت تكتبوا لي رايكم في القطعه دي. ودايما تشجيعكم يا جماعه بيفرق معايا جدا، فيا ريت دلوقتي توقفوا، اعملوا لايك للفيديو، كومنت ظريف كده لطيف من عندكم، دعوة حلوة حتى، عشان اقدر اكمل معاكم فيديوهات اكتر. وارجعوا كملوا الفيديو، هيفرق معايا جدا جدا تشجيع عشان اقدر اكمل معاكم اكتر. خلاص، فزي ما انتم شايفين انا بدأت ان انا اوزع الورد، كل شوية بحاول اسلط عليه الهوت ارجان، علشان كل ما الورد بينزل يا جماعة في بابلز بتطلع لي فوق. زي ما قلت لكم انا جربت الريزن دوت في اكتر من حاجة ونتيجته رهيب بجد، شفافية فظيعة، مفيش بابلز، بس وجود الورد اللي كل شوية نزقه بيطلع البابلز. حاجة كمان مهمة جدا لازم تعرفوها، طبعا انا كنت هنا بقى اكتشفت يا جماعة ان قالب الغطا ده بيطلع الغطا بالشقلوب. يعني معناها ان الورد اللي باصص تحت هو هيبقى باصص جوه في العلبة، مش هيبقى باصص لنا من فوق. ودي طبعا كانت غلطة رهيبة انا ما خدتش بالي منها. واللي حصل ان انا عملت طبقة ريزن تانية خفيفة، ولما بقت لزجة عملت ايه بقى، الورد بدأت احطه بالشقلوب، بس عملت حاجة، كسرت كل العود بتاع الوردة ده، الحتت الخضراء اللي نازلة من الوردة انا كسرتها كلها، وبقى عندي الوردة بس. اخترت حجم الورد اللي هيدخل جوه القالب، ما يبقاش طالع لي فوق عشان اقدر اصب عليه واقفله. خلاص، وبدأت ارص اهو زي ما انتم شايفين، وطبعا شكله رهيب وحلو جدا. وبعد ما ارصه هحط عليه برضو الريزن. الحاجة التانية بقى اللي حبيت اقول لكم ممكن تكون سبب من اسباب ان البابلز كانت بتطلع معايا كتير، القالب ده يا جماعة عميق ورفيع، تمام؟ فلما بتصبوا كمية كبيرة في مساحة صغيرة، احنا اتفقنا عليها قبل كده ان ده بيزود من حرارة الريزن، وبالفعل الريزن كان سخن شوية في القالب، بيزود من حرارة الريزن، بيسرع التصلب، بيطلع معانا بابلز. خلاص، فدي من ضمن الاسباب اللي تخلي القالب ده ممكن يطلع بابلز لو احنا بنصبه كله على بعض، لان الريزن بيتجمع كمية كبيرة في حتة صغيرة، فبيبدأ يسخن ويطلع البابلز. خلاص، بس انا كنت كل شوية اعمل بالهوت ارجان كده. انما التجربة التانية اللي انتوا هتشوفوها انا ما كنتش بعمل الموضوع دوت، علشان كده ظهر فيه بابلز كتير، وهتشوفوها في الاخر معايا في اخر الفيديو. بدأت ان انا حطيت الورق الذهب واللي هو كان زيادة الصراحة. اخر طبقة خالص زاد فيها ورق الذهب، انا قلت خلاص يبقى هي القطعة من تحت. انا كان نفسي الصراحة يا جماعة احط ورد، اوكي؟ زي ما قلت لكم انا كنت ناوية احط ورد كتير من تحت ومن فوق، لا، بس من كتر ما الريزن سخن اتصلب مني بسرعة، ما لحقتش ازق الورد. اوكي، انا يعني برضو انا يعني ما كنتش مراقباه قوي، فرحت وجيت كده وقلت خلاص انا يعني هيكون لسه ما نشفش، بس للاسف لا اتصلب، فما قدرتش ان انا ازق الورد، وعملت ان هي ورق ذهب كده. ايه رايكم في القطعه؟ بصوا كان فيها بابلز بس قليله جدا جدا جدا، وهتشوفوا القطعه التانية عامله ازاي. النتيجه كانت حلوه جدا، بس كنت اتمنى اخفف ورق الذهب شويه في القطعه من فوق، كانت النتيجه هتبقى اظبط اكتر يعني.
تمام. وهنا الورد بتاعي حطيت له اخر طبقه من الريزن ومشيت عليها التورش عشان كان المفروض قبل ما الريزن يتصلب او مش يتصلب يتقل قوي اضغط الورد بتاعي. بصوا انا هنا في التجربه دي انا ضغطت الورد قبل ما الريزن يتصلب، بس المشكله بقى ان في القالب ده القطعه دي فيها كميه بابلز خرافيه كتير جدا، يعني لان ما كنتش بسلط الهوت ارجان صح، ما كنتش بعمل كل اللي مطلوب صح. هنا انا بعد ما زقيت يا جماعه كل الورد قطعت برضو الفروع بتاعته. انا قررت ان انا اعرض لكم الفكره. بصوا الغطا طلع رهيب رهيب رهيب، عجبني جدا. طبعا كل الحاجات دي هتتصنفر وتتشال ونستخدمها. نرجع للقطعه اللي هي باظت. انا بعد ما ضغطت الورد شلت الجذوع، وبعد اخر طبقه رحت مصنفره بالصنفره هي قدامكم وسويتها خالص بالقالب عشان اقدر اقفل. انا ليه عرضت لكم دي؟ عرضت لكم دي عشان لو حد حابب يظبط الفكره زي ما انا كان نفسي فيها الاول يعملها، علشان برضو تبقوا عارفين ايه الاسباب اللي ممكن تطلع معانا البابلز، ايه طريقه الشغل المظبوطه علشان نضمن ان القطعه تطلع البابلز قليله جدا، وايه المشاكل ممكن يعني ما يبقى معانا ريزن ما فيهوش بابلز ونتيجته تحفه ويطلع في بابلز كده. لازم تعرفوا ان انتوا اللي استخدمتوه غلط وانتوا اللي غلطتوا في المراحل بتاعته. وهي دي كانت النتيجه اللي انا يعني هممني قوي ان انتوا تطلعوا بيها من الفيديو. شايفين يا جماعه كميه البابلز؟ بابلز كتير قوي. بس انا زي ما قلت لكم انا كان نفسي الورد الصراحه يبان من تحت كتير ومنطور كده على فوق. يا ترى عجبتكم الاولى ولا التانية اكتر؟ عرفوني. بعيد عن فكرة البابلز، اني فكرة فيهم عجبتكم اكتر؟ او فكرة ان الورد اللي تحت اكتر ولا ان ورق الذهب اكتر؟ شايفين الفرق بينهم؟ انا حاسة ان الفكرة التانية اللي فيها ورد اكتر هي الاحلى، هي الاحلى لولا البابلز اللي بوظتها. التانية كمان برضو عجبتني، بس طبعا الغطا رهيب يا جماعة، عجبني جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش ان اللايك والكومنت هيفرق معايا جدا، هيهمني جدا اعرف رأيكم اني واحدة فيهم احلى بعيد عن فكرة البابلز. استنوا فيديو جديد. سلام عليكم.